فيلمنا النهاردة كله خيال وبيبدأ من المستقبل لما البشر بيسيبوا الأرض ويسكنوا الفضاء وبيعملوا فوق 80 ملجأ والدنيا بتمشي معاهم تمام. بعدين 3 ملاجئ منهم بينفصلوا وبيسموا نفسهم جمهورية أدريان، وده بيعمل حرب بينهم وبين باقي الملاجئ اللي بتتحد مع شوية البشر اللي لسه موجودين على الأرض علشان يواجهوا أدريان. تعال بقى أحكي لك إيه الجمهورية دي وبيعملوا فيها إيه. جونجي محاربة بيهاجمها شوية روبوتات بس بتقدر تنتصر عليهم لحد ما تواجه روبوت عملاق بتعمل له فخ، لكن الروبوت بيضرب عليها نار. بنكتشف إن المحاربة دي روبوت أصلا بس بعقل وشكل بشري، واللي حصل ده كان مجرد تجربة محاكاة عملتها شركة اسمها كرونويد اللي تبع جمهورية أدريان، والشركة دي بتعمل روبوتات كتير زي جونجي علشان يقدروا يسيطروا على الكوكب كله. بيكون مدير شركة كرونويد باين عليه القلق بسبب وصول ناس مهمة، وبيبدأ عرض بنعرف فيه إن الروبوت دي كانت رتبة مهمة في أدريان، ومن 35 سنة شاركت في تفجير محطة وقود بس ما نجحتش ودخلت في غيبوبة من وقتها، وبعدين عملوا نسخ لدماغها علشان تفضل عايشة للأبد. إزاي يعني تفضل عايشة للأبد؟ هقولك. بنت جونجي دي عالمة وقائدة الفريق في كرونويد، وبتشرح للناس المهمة الموجودين دول إن النسخة اللي اتعملت من دماغ أمها دي كانت علشان يستفيدوا من مهارة وشطارة أمها في الحروب. وبيستغرب القادة إن جونج كل مرة بتفشل عند نفس النقطة، وده ممكن يكون السبب في الحرب اللي لسه شغالة. وبعد الاجتماع بنت جونج بتقول للمساعد بتاعها إنها كان عندها ورم والعملية كانت غالية على مامتها، فتقرر جونج إنها تبقى من المرتزقة، يعني بتحارب علشان الفلوس. وبتروح تعمل اختبارات أخلاقيات تبع الشركة اللي هي فيها، وبتكون معظم الأسئلة لها علاقة بالمشاعر. بتقابل الدكتور بتاعها وبيقول لها إن الورم عندها وصل لمرحلة متأخرة جدا، وبيعرض عليها إنها تعمل استنساخ لدماغها زي ما حصل لمامتها. بعدين بنكتشف إن الدكتور ده كمان روبوت. تاني يوم في غرفة التحكم وهم بيعملوا اختبارات المحاكاة على الروبوت، بيقول المدير إنهم هيعملوا حاجة جديدة، وهي إنهم هيضربوا نار على رجليها علشان يشوفوا مستوى الاستجابة. وبيتفاجئوا إن رغبتها القتالية بتزيد، بس الروبوتات بتنجح تاني إنها تضربها بالنار. بيجي بقى رئيس الشركة وبيقابل بنت جون والمدير التنفيذي، لكن أول ما يدخلوا بيتجمد المدير ويبان إنه استنساخ لرئيس الشركة، ومحدش بيقدر يتحكم في دماغه غير رئيس الشركة برضه. ويصدمها مدير الشركة ويقول لها إنهم قرروا يوقفوا مشروع أمها كمحاربة، وإنهم ممكن يعملوا من أمها نسخة لأي حاجة تانية غير محاربة. وخلي بالنا قوي من الحتة اللي فاتت دي. بيروحوا غرفة التحكم وبيحاولوا يعرفوا إيه السبب اللي زود رغبتها القتالية قبل كده، فيقرر مدير الشركة يقطع إيديها ويضربها بالنار لحد ما بنتها بتوقف كل ده. بعدين بتحاول تعرف إن اللي في دماغ أمها بيخليها تتغير من حالة للتانية بالطريقة دي، بس بتعرف إن المساعد بتاعها لعب في إعدادات جونجي وبتروح علشان تسأل. فبتلاقي روبوت جديد لمامتها عايزين يستخدموه لأغراض تانية غير الحرب خالص. عرفت ليه قلتلك تخلي بالك من الحتة اللي فاتت دي قوي؟ المهم لما بتتعصب بيفكرها إن جدتها لما وافقت على الاستنساخ ده كان استنساخ لأي غرض مش بس للحرب. والمدير الروبوت بيقول إن بكرة هيكون آخر يوم في تجارب المحاكاة، ولو فشلت المرة دي هتكون آخر مرة. وبتخش بنتها وتتحكم في الروبوت وبتحكي كل اللي حصل معاه. وقبل العالمة ما بتفرمط دماغ أمها بتسألها عن بنتها اللي كانت في العمليات، فبيرد الروبوت اللي هو أمها يعني وبيقول لها أنا بنتي دخلت العمليات النهاردة. وبتلاحظ البنت إن الجزء الأصفر في دماغ أمها عمال بيزيد، وده الجزء المسؤول عن الأمومة عندها. وبتقول لها إنها خدت من بنتها لعبة صغيرة وضاعت منها، وده اللي خلاها ما كانتش مركزة وقت الحرب. وبتنهار بنتها لما بتسمع الكلام ده من الروبوت. وتاني يوم بتقرر بنت جونجي إنها تمسح كل حاجة ليها علاقة بالإحساس أو الذكريات عند أمها. وبيجي المدير الروبوت علشان يشوف المحاكاة الأخيرة، وبيكتشف إنها بتموت في نفس النقطة بس المرة دي من غير ما ينضرب عليها نار، فبيعرف إن دي محاولة هروب. بعدين بتدخل جونجي مكان وبتلاقي روبوتات كتير شبهها بيدور عليها الحراس وبتهاجمهم جونجي. وبتيجي بنتها وبتحاول تاخدها ويهربوا، وأول ما ركبوا القطر المدير الروبوت بيحاول يهاجم أمها بس بتقوله إنها حررتها خلاص ومسحت بيانات الأمومة عندها. وتبدأ الشرطة تهاجمها وتنصاب جونجي وبنتها، وبتقدر كمان تضرب الروبوت المدير اللي بيكتشف أصلا إن هو نفسه طلع روبوت وما كانش يعرف. وبيرجع يهاجم جونج لحد ما ترميه من القطر،